النادي الاهلي بيفوز على منتخب السويس وبيتخطى مباراه من المباريات الرخمه بتاعه الكاس اللي هي ساعات بيبقى فرق صغيره بتخرج فرق كبيره. وده واضح ان مستر كولر بدا المباراه بتشكيله الاساسي لتاني مباراه على التوالي. توقعنا كلنا بعد بطوله افريقيا انه هيريح لعيبه كتير وهيلعب بالبودلة والكلام ده، وده ما حصلش. يمكن انا ملاحظه في الراجل انه بيتعامل مع اللعيبه عايز يفوقهم من حته ان انت خلاص بطل افريقيا، وبعد البطوله عايز يدخلهم في اجواء الكاس والدوري تاني. فمش عارف. واعتقد النهارده مفيش دش بارد اكتر من ماتش النهارده. اللعيبه نازله المباراه، الجون هيجي في اي وقت، هيكسب سكور. انا ما انكرش ان انا توقعت الماتش ده ممكن يخلص 5-6، فقلت بقى يبقى هو عايز ايه، عايز يكسب سكور وعايز، لكن ده ما حصلش. اول نص ساعه اللعيبه باصات مقطوعه، بيلعبوا بتراخي. عندك ناحيه اليمين كانت جابها زي النيله، طاهر محمد طاهر ومحمد هاني وديانج، مفيش بصه صح، كل الكور بينهم وبين بعض مقطوعه. يعني انا واحد توقعت ان محمد هاني المفروض بقى هيختفي، مش هنشوفه بقى غير على الموسم الجديد. برضو مستر كولر مصمم انه يفضل مكمل، مفيش عرضيه واحده صح تطلع من رجله. الناحيه الثانيه خالد عبد الفتاح اللي بيلعب مش عدلته، بيلعب باك شمال، كان اخطر منه وكان بيعمل كروسات احسن منه. لكن هي برضو كان برضو في شويه الغاز ان انت يا مستر كولر هتدي اللعيبه البودره دول امتى؟ طب اللعيبه دي كانت قاعده على حته ان في بطوله افريقيا شغاله ولازم نحسمها وناخدها والكلام ده، وهيجي وقت وياخد فرصته وهيلعب الماتشات اللي باقيه. فاللعيب ده دلوقتي برده ما بيلعبش. واحد زي النهارده، يعني اقول لك حاجه، سافيو يا عم ده واكل ورثك، ماشي انت مطلعه بره التشكيل خالص، انما كريستو، طب فين كريستو؟ في لعيبه محتاجه انها، يعني اللعيبه دلوقتي انها تاخد فرصه. بدأ المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، رغم لو ابن الشناوي اللي كان واقف ما كانش هتفرق كتير، لان منتخب السويس ما كانش ليه هجمات خطيره غير يمكن كوره في الدقيقه 60 او حاجه، غير كده ما كانش فيه. بدأنا محمد الشناوي قدامه ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، لان محمد عبد المنعم اتطرد في نهائي الكاس قدام بيراميدز، فكان لازم يعني ما لعبش اجباري، مش كولر مريحه، لا ده ما لعبش اجباري. ياسر ابراهيم، رامي ربيعه ناحيه اليمين، محمد هاني ناحيه الشمال، خالد عبد الفتاح اللي عامل مباراه كبيره جدا، لان علي معلول كان لازم يريح. قدامه ثلاثه في نص الملعب، اللي كله قال لك كان ليه ثلاثه في نص الملعب، مروان عطيه، حمدي فتحي، اليو ديانج. يمكن دي ممكن تكون المباراه الاخيره او اللي قبل الاخيره لحمدي فتحي معانا قبل ما يروح نادي الوكر القطري، ربنا يوفقه باذن الله. قدام الثلاثي ناحيه الشمال حسين الشحات، ناحيه اليمين طاهر محمد طاهر والالوف عنده كتير، وقدام راس حربه صريح محمود عبد المنعم كهربا، اللي برده كان ممكن تدي شريف او تلعب باي حد تاني. يعني قطاع الناشئين ما فيهوش اي موهبه جايه في مركز راس الحربه ممكن تجربها او تديله في الماتشات دي. المهم لعب برده محمود عبد المنعم كهربا اللي بقاله فتره زي ما احنا بنتكلم، بقاله فتره كتير بيضيع. الشوط الاول هي ما فيش غير فكره واحده مستر كولر بيلعب عليها. كلنا عارفين ان نادي منتخب السويس هيلعب زون ديفنس وهيامن دفاعاته ورا ومش هيهاجم، فانت بتلعب ثلاثه في نص الملعب، ما انت اصلا نص الملعب بقى بتاعك، يعني هو منتخب السويس مش هيهاجم، فانت كمان مديها ثلاثه في نص الملعب، ما عندكش صانع لعب، ما قدامكش غير تلعب الكوره الطويله كنت بتلعبها من رامي ربيعه لقدام لطاهر او لحسين الشحات اللي كانت مقريه، واللي كان طاهر اصلا مش عارف يستلم الكوره. يعني في كام كوره خدهم طاهر وحسين، حسين استلم كويس بس كان بيضغط عليه باثنين وثلاثه، عشان كده ما كانش بيلاقي فرصه انه يسدد. في كوره عملها لوب كانت حلوه جت جنب العارضه، طاهر محمد طاهر مش عارف يستلم اساسا، طاهر يا دوب يستلم الكوره تلاقيها طلعت منه، فمش عارف يستلم الكوره اللي رامي بعتها له. دي كانت الفكره في الشوط الاولاني. كل الصوت التحليليه قالت لك ايه، لا ثلاثه في نص الملعب ليه، لازم يسحب واحد وينزل القندوسي او قفشه علشان حد يصنع لعب، لان كهربا قدام بيضطر يسقط لنص الملعب علشان يستلم وما بيلاقيش مسانده هجوميه. حسين الشحات واخد الشمال خالص وطاهر واخد اليمين خالص، وكل الكور جاله مقطوعه، كل الكور جاله مقطوعه، هو وهاني عمالين يعتمدوا على بعض والكره بتطلع منهم في الاخر في الاوت، فكان لازم يسحب حد وينزل ينشط بيه. سحب اليو ديانج ونزل قفشه اللي تاني مباراه على التوالي قفشه بيقدم مستوى كويس جدا، يعني دوسي قفشه كمان لسه عندك كتير. نزل قفشه كل باصاته كانت خطره، كل كراته كانت خطره، بينجح في الدقيقه 68 بينجح بياخد ضربه جزاء، معرفش هو ما شاطهاش ليه. يعني قفشه المفروض برده معتبر بعد علي معلول والسوليه في ترتيب ضربات الجزاء، مش مشكله، بيدخل رامي ربيعه اللي واضح جدا هيشوط فين، يعني رامي ربيعه واضحه جدا هيشوط فين، بتضيع ما يجراش حاجه، مش مشكله، مباراه تستحمل، حتى ضربه الجزاء بتضيع برده، عارفين ان المباراه مش هتبعد بعيد عننا قوي يعني. عجبني برده لعيبه الاهلي بتدوس وبتحاول ومفيش مشكله. الشوط الاول كنا نايمين، بداوا يحسوا بقى لا ده احنا ابطال افريقيا، مش دي المباراه اللي تحرجنا، مش هنطلع في الاخر من نادي في القسم الثاني مع احترامنا ليه في المركز التاسع. فبدا اللعيبه تدوس على نفسها، وبصراحه شابو يا حسين، انت ومروان عطيه عاملين ماتش كبير قوي، وخالد عبد الفتاح معاكم بصراحه. التغييرات بتستمر، بينزل احمد عبد القادر، بينزل القندوسي، الماتش هنا بقى بيتقلب بقى، بينزل يطلع طاهر وبينزل قندوسي وبينزل
احمد عبد القادر المباراه بتتقلب كويس، هجمات هجمات هجمات، حتى لو كانت المباراه وصلت لوقت اضافي كنا ان شاء الله هنكسب. فهو كل اللي عمله مستر كولر انه بدا ينزل صانع لعب يشغل الناس، يصنع فرص. كهربا الشوط الثاني لوحده مضيع 8 كور، قفشه عامل قفشه وحسين عاملين لكهربا 7 8 تجوان. فبدات تلعب لعبك الطبيعي، بتلعب رقم 10 بيبتدي يصنع للعيبه اللي قدام فرص، واحده اتنين واحده اتنين لحد ما جت كوره احمد عبد القادر عمال يرقص يرقص كالعاده. هو تقريبا مستر كولر مديله تعليمات يعمل كده، بتتقطع منه بس كرم ربنا بتوصل لاحمد القندوسي. احمد القندوسي في الدقيقه 86 اللي بيحطها رائعه، حته كده بسط ريكه كده لحسين الشحات، بيشتغل شغل. حسين الشحات ما بص دلوقتي تحس ايه الكوره اول ما وصل حسين تعرف انها جول، حسين ما فاتاش، يشتغل شغله، يستخدم امكانياته. هو ده اللي المفروض لعيب الكوره بيعمله. الكوره بتجيلك ما تفتيش، لا امكانياتك اشتغل بيها. هو حسين اللي عمل كده، مجرد ما الكوره استلمها كلنا عارفين الكوره دي هنجيبها من الشبكه الحمد لله يعني، عدل وظبط وبط رجله من تحت الحارس راحت الجول الدقيقه 86. كلنا عرفنا الماتش خلص، رغم ان كان برده في اخر دقيقه في دقيقه 90 كان في كوره ممكن يبقى الجول الثاني لما حسين رقص من ناحيه اليمين وحطها لكهربا برده اللي مش في حالته. المهم بتنتهي المباراه الحمد لله وبتعدي وبنكسب نادي منتخب السويس وبنصعد لدور 16 عشان نقابل نادي الداخليه. مباراه كانت دش بارد كنت محتاجه علشان تفوق. اللعيبه نازله انا بطل افريقيا، انا زودت نجمه، انا خلاص كده انا الدنيا تمام الموسم خلص. فمستر كولر تقريبا مش عايز الفرقه تنقسم، يبقى فريق نص بيحتفل ومبسوط وواخد اجازه ومرتاح ومركز في احتفالات افريقيا، ونص التاني عايز يثبت نفسه وايه ومستني الكام ماتش اللي باقيين. فعشان كده تقريبا الراجل ده لحد اللحظه دي بيلعب بالتشكيل الاساسي بتاعه. مباراه زي ما قلنا كانت جرس انذار ان هو ما تريحش، مش مجرد ان انت خلاص بطل افريقيا كده الطموح يقف، لا نكمل لا ندوس. لسه في بطولات كتير في الموسم، لسه في سوبر افريقي، في سوبر افريقي تاني اللي هي البطوله، فلسه الموسم ما انتهاش. هو يمكن اتوقع بقى ان هو خلاص هيحسم الدوري من الماتشين ثلاثه اللي باقيين له، وبعد كده اعتقد بقى لا اجباري لازم تدي اللعيبه اللي فوق دي كلها راحه وتجرب بقى بقيه اللعيبه. نتمنى نشوف محمد الضوي كريستو، سيبك يا عم من سافيو اللي انت بينك وبينه مصانع الحداد. نتمنى نشوف محمد الضوي كريستو، كريم الدبيس، عندك رأفت خليل، في لعيبه كويسه محتاجين نشوفها. مصطفى شوبير بقى وعلي لطفي يبتدوا يشتغلوا الفتره الجايه. لكن لحد اللحظه دي انت اللي سايق، انت عم اعمل اللي انت عايزه، كلنا في ظهرك كلنا بندعمك، وان شاء الله نحسم الدوري في اقرب وقت علشان محتاجين نفرح. بالنا كده 12 15 يوم ما فرحناش ببطوله. ان شاء الله خير ونتقابل بعد المباراه الجايه ان شاء الله والنادي الاهلي كسبان، وان شاء الله ان شاء الله تكون خطوه قبل الاخيره في حسم بطوله الدوري. نتقابل على خير، السلام عليكم.